الحملة الممنهجة التي قامت ضده من رئيس النادي والإعلام والجماهير، وبعد أن فاض الكيل بالنسبة للاعب أحمد فتوح يطلب رسميا الانتقال للأهلي بعد الموجة الغاضبة من قبل مرتضى منصور والجماهير على اللاعب أحمد فتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد، ولينك الفيسبوك عندك في أول كومنت تقدر تعمل اد أو فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد فتوح بدأ النهارده على صفحته الرسمية وعلى مواقع يلا كورة وفي الجول وموقع النادي الأهلي وموقع نادي الزمالك بأنه يريد الانتقال رسميا للأهلي بعد موجة الانتقادات اللي طالته من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ومن قبل الإعلام والجماهير، وإن اللاعب خرج عن صمته وقال إن أنا كان عندي دور كورونا، أنا كنت تعبان، أنا ما هربتش من اللجنة اللي جت تكشف على تحليل المخدرات زي ما كان ادعى رئيس النادي، وان الكلام ده اثار استيائه بغضب شديد. واي حد مكانه بصراحه يعني هيحس بكده لما رئيس النادي بتاعي والجماهير تقول عليا كده. انا هنتظر ايه؟ انا بقدم للنادي سواء كان هو فعلا تعاطى او ما تعاطاش. اي حد مكانه محدش فينا بيقبل النقد على نفسه، خلينا نكون صراحه وواضحين. مفيش اي بني ادم بيقبل النقد على نفسه. في ناس بتتاثر، وزي ما شفنا يعني مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعافيه باذن الله من الانتقادات برضو اللي كانت بتقوله. في ناس نفسيتها بتتدمر وبتبطل كوره، وفي ناس بتقدر تواجه، مش بقول برد لكن بتقدر تواجه، عندها لا مبالاه. اللي يقول انا مستمر في ملعب، انا مركز في شغلي، اللي يقدر يثبت حاجه عليا يثبت، وانا هكمل زي ما انا. عشان كده بقول هو طلب الانتقال للاهلي، مش الاهلي اللي طلبه، عشان طلع جماهير نادي الزمالك تهلل وتقول الاهلي عايزه. الاهلي هيعوزه، هيجي يلعب على مين؟ مكان علي معلول ولا مكان ايمن اشرف ولا ناشئ محمد اشرف المنضم حديثا؟ هيبقى عندنا 4 في مركز الباك ليفت بس، ده طبعا يعني شيء من المستحيل. فعشان كده بقول ان هو اللي طلع طلب الانضمام للاهلي وليس العكس. ده بالنسبه للاعب احمد فتوح. في ايضا في مباراه الاتحاد السكندري ونادي الزمالك القادمه خبر، يعني انا مش عارف اقول هو مؤسف ولا مفرح. هو مؤسف طبعا، لان احنا ما بنتمناش ابدا اصابه لحد او مرض لحد او شماته في حد. اللهم لك الحمد، احنا اتربينا على كده، ما بنتمناش اي حاجه وحشه لحد. لكن انا بتكلم على الجماهير عموما، بان محمود علاء هيغيب عن مباراه نادي الاتحاد والزمالك القادمه في الدوري بسبب الاصابه. فهل ده هيعتبر مكسب للاتحاد بغض النظر عن اخطاء محمود علاء، او مثلا خساره للزمالك بانهم عارفين محمود علاء، عارفين ايجابياته عارفين سلبياته، نقاط القوه عنده ونقاط الضعف ازاي هيلعبوا عليه، ولكن اللاعب هو مش هيكون مشترك في المباراه القادمه. عندي كمان خبر بيخص مين؟ نجم نادي الزمالك المتألق بشده في اخر عامين وافضل لاعب داخل مصر، انا اهلاوي لكن بقولها بصراحه، احمد السيد زيزو. في مشكله حصلت يعني لفتت انتباهي بصراحه. اللهم لا حسد، بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت ما بنتمناش الاصابه لحد، ولكن ساعه وجود اللجنه امبارح زيزو طلع على صفحته واعلن انه مصاب، وبرده النهارده في ظل وجود اللجنه برده اعلن ان الاصابه لسه موجوده عنده. وبمجرد ما اللجنه مشيت بعدها بساعه قال انا تماثلت للشفاء. يا زيزو انت بتكلم ناس يا حبيبي فاهمه كوره، مش بتكلم جماهير لسه مبتدئه عندها 16 ولا 17 سنه. مش هتاكل بعقلنا حلاوه، وان بعض الظن اسم، الله اعلم. ممكن يكون فعلا كان مصاب، يعني اصابه كان طلع له مثلا ودن جنب ضفر صبعه الصغير، شالها كده وجعته وقال استنى لبكره لحد ما تخف. يا اما الحاجه الثانيه اللي احنا عارفينها، مرضاش يروح بسبب وجود تحليل للمنشطات والمخدرات. وانا ابعد عن زيزو تماما انه يتعاطى مخدرات، ولكن انا بتكلم عن المنشطات.
مش بقول انه بياخد، بس هو اشمعنى غاب في التوقيت ده بالذات قبل مجيء اللجنه وبعد رحيل اللجنه؟ يعني قبل مجيء اللجنه اعلن الاصابه، وبعد رحيل اللجنه اعلن انه تعافى من الاصابه. تمام؟ هنيجي للخبر الثاني معانا، وهو ان كابتن احمد سامي المدير الفني لسيراميكا قال عن ايبوكا ان انا ما عنديش مشاكل انه يمشي، ولكن انا عايز استفاد من اي نادي هيشتريه بالعرض المادي اللي جاي له، هشوف مين اللي هيشتريه بقيمه ماديه اكبر. انا عايز استفاد وهمشي لعيب تقيل في مركزه في فريقي بحجم جون ايبوكا، سواء الانتقال للاهلي او للزمالك او الخليج او لاي نادي تاني في مصر. انا مش هدور يروح فين، انا هدور على المصلحه الماديه اللي هتيجي للنادي عشان اقدر استفاد منه. فده ملخص اللي قاله احمد سامي، بان القيمه الماليه الكبيره اللي هتيجي للنادي، اي نادي عايز يشتري ايبوكا هيكون ايبوكا ليه، بعيد عن الاهلي وعن الزمالك، وبعيد كل البعد عن الانحياز لاي نادي. ومن جديد المستشار مرتضى منصور يصر على ان اللاعب مروان عطيه لاعب الاتحاد السكندري كان مضى رسميا لنادي الزمالك قبل ان هو ما يمضي للنادي الاهلي في مساء امس، وقال انا معايا مستندات ومعايا ملفات. طيب اللي معاه حاجه مش بيطلعها ولا بنطلع نتكلم بس؟ ده اللي انا عايز افهمه. معاك حاجه يا عم طلعها، مع الاحترام لاي لاعب. مفيش اي لاعب بيجي يضيف للنادي الاهلي، بالعكس النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي لاعب واي مدرب واي رئيس نادي، والكل يشهد على كلامي بعيد عن الانحياز لاي فرقه. هل الكلام اللي انا بقوله غلط؟ هل النادي الاهلي ما ضافش للسي في بتاع مانويل جوزيه؟ ما ضافش للسي في بتاع حسام البدري؟ ما ضافش للسي في بتاع كابتن محمد يوسف؟ ما ضافش للسي في بتاع خوان كارلوس جاريدو؟ ما ضافش للسي في بتاع مارتن يول؟ ما ضافش للسي في بتاع فايلر؟ ما ضافش للسي في بتاع موسيماني؟ ما ضافش للسي في بتاع كولر؟ وما ضافش للسي في اللي قبلهم وقبلهم وقبلهم بكتير من المدربين؟ ما ضافش السي في لاي لعيب كان بمجرد المشاركه مع النادي الاهلي بياخد بطولات، بيعمل تاريخ لنفسه، بيعمل تاريخ لاسمه. فالنادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد، بل مش العكس، مش اللعيب هو اللي بيضيف للنادي. وركزوا في الكلام اللي انا قلته ده كويس. ومن جديد ايضا مرتضى منصور بقول لجمهور الزمالك اهمدوا. محمود علاء دمرتوه ومشي، زكريا الوردي مشي، اوباما مشي، ودلوقتي سامسون انتوا بتحاولوا تهدوا فيه، انتوا عايزين توقعوا لي الفريق. ده كلام المستشار مرتضى منصور لجماهير الزمالك، وقال حرفيا، والنص والكلام اللي انا بقوله ده موجود على موقع زمالك نيوز، ممكن تدخلوا تشوفوه عشان ما تقولوش ان انا بفتي او ان انا بنحاز عن فريق اللي ضد فريق. قال انا بقول للعيال دي، هو قال كده مش انا اللي بقول، هو قال انا بقول للعيال دي اهمدوا شويه، انتوا هتدمروا الفرقه، وقال ان انتوا عايزين تمشوا كذا وكذا وكذا، في لعيبه دمرتوهم ولاعيبه مشيتوهم زي ما ذكرت الاسامي اللي اتقالت. اتحاد الكره المصري قال ان الانديه المشاركه في افريقيا لابد من خضوع لاعبيها للتحاليل، وفي حال ثبوت اي لاعب بانه بيتعاطى مواد مخدره او منشطات سيتم وقف اللاعب والنادي لمده لا تقل عن عامين. انتم متخيلين؟ يعني سواء لاعب في النادي الاهلي، في الزمالك، في بيراميدز، في فيوتشر، ايا كان مين، حد كان بيتعاطى مواد منشطه عشان يقدر يجري ويلعب ويحجز لنفسه مكان في الملعب، او لاعب بيتعاطى مواد مخدره، في تحاليل هتتعمل عشان بطوله دوري ابطال افريقيا، واللعيب اللي هيشوفوه بيتعاطى اي حاجه من الحاجتين دول هيتم وقفه سنتين زي ما حصل مع يوسف البلايلي لاعب نادي الترجي التونسي قبل كده، والجديد ان النادي هيتوقف معاه كمان لمده سنتين. فكده زي ما بنقول الحسنه هتخص والسيئه هتعم على الكل. عشان كده كمان قال المستشار مرتضى منصور ان لم اعلن عن احمد فتوح وعبد الله جمعه كان الزمالك سيتعرض للايقاف لمده عامين. ده الكلام اللي قاله المستشار مرتضى منصور، بانه لو ما كانش طلع وصرح وقال ان اللعيبه بتاعته بتتعاطى مواد مخدره ومواد منشطه ايضا ليهم داخل الملعب كان النادي هيتوقف. فانا قلت كده حفاظا على كيان نادي الزمالك، وقال ان مش فارق معاه اي لعيب،
واللي عايز يمشي يروح يشرب من الخرارة. طبعا كلكم عارفين هو بيقول كده ليه. الإعلامي أحمد شوبير طلع وصرح وقال أنا غاضب غضب شديد من قبل لجنة التحكيم ومن قبل كلاتنبرج. حتى الآن كل النوادي بتشتكي من التحكيم. المفروض إن أنا جايب خبير تحكيمي يطور لي مجال التحكيم عندي، لا ده مجال التحكيم بينزل ويتدنى عن المواسم السابقة. قال ما عنديش مشكلة إن كلاتنبرج راح حل الماتشات في كأس العالم، قال كمان ما عنديش مشكلة إن أروح أحتفل بالكريسماس، ولكن لحد الآن زي ما ذكرت في الحلقات اللي فاتت كلاتنبرج يا جماعة ما قعدش مع الحكام بتوعه غير مرة واحدة، باقي الاجتماعات كانت عبر تطبيق زوم. هل الكلام ده يعقل؟ هل الكلام ده ينفع؟ واحد جاي بياخد فلوس مقابل شغل أو عمل بيعمله ما أداش منه غير مرة واحدة. واتحاد الكرة عندك النوم في العسل، سمك لبن تمر هندي، فما تستناش حاجة يا باشا من التحكيم. وعليه طالب نادي الزمالك أيضا بقدوم حكام أجانب لجميع مبارياته في الدوري على حساب مين؟ الاتحاد المصري لكرة القدم، عشان يرد الاتحاد المصري على نادي الزمالك أو أي نادي آخر ويقول مفيش فلوس. إحنا ما بنجيبش حكام لحد، اللي عايز يجيب حكم أجنبي يجيب على حسابه يدفع من جيبه يا باشا، إحنا ما معناش. فلسه المشاكل جاية كتير الفترة الجاية بسبب موضوع التحكيم. كل النوادي هتشتكي، هيبقى فيه قرار بالإجماع بأن يكون في حكام أجانب موجودين، وساعتها حاجة من الاثنين. وبكرة تقولوا محمد المصري قال، يا إما الاتحاد المصري هيخضع لطلبات النوادي في حال طلب جميع النوادي إن حكام أجانب تيجي، يا إما بطولة الدوري السنة دي هتتلغي. والله العظيم دي حاجة تحصل من الحاجتين دول، أصل فات علينا قبل كده ومش جديد. وعندنا كمان أخبار هتخص مين؟ آخر خبر معايا هو خبر هيخص النادي الأهلي، بأن رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب اتفق مع مارسيل كولر على صفقات شتوية قوية قبل بدء كأس العالم للأندية، وقال إنه مش عايز يكون في تمثيل مشرف والحصول على المركز الثالث كالعادة، وإن حلم النادي الأهلي الوصول للمباراة النهائية، بل وإن إن شاء الله عندما يصل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية يقاتل على اللقب، وده حق مشروع لجميع الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية. واحنا كجمهور النادي الأهلي دي البطولة الوحيدة اللي ما دخلتش دولاب النادي لحد دلوقتي، بطولة كأس العالم، وبإذن الله بإذنك يا رب بدون مقاطعة هتكون لينا في يوم من الأيام. النهارده نادي حرس الحدود يفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 عن طريق اللاعب مصطفى زيكو، عشان يتزين الدراويش من جديد دوامة الهبوط في المركز الأخير برصيد 7 نقاط. الإسماعيلي يا جماعة خلاص اقروا فتحته السنة دي، مش شماتة لكن أنا بقول كده حزين على وضع نادي الإسماعيلي كأحد النوادي الجماهيرية الكبيرة اللي موجودة في مصر. زي ما قلت قبل كده غيروا مديرين فنيين، غيروا لاعيبة، ولكن المشكلة تكمن في نادي الإسماعيلي في مجلس الإدارة، ودي مشكلة أي نادي ومشكلة أي مكان سواء في كرة القدم أو خارج كرة القدم. طول ما في عندك إدارة ناجحة هتقدر تقف على أرض صلبة. إدارتك مسلمة نمر هتشوف اللي بيحصل زي ما حصل مع النادي الإسماعيلي. وبكده بكون وصلت لنهاية الحلقة بتاعتي. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقة غد ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن النادي الاهلي.